قبل ما نبدأ الفيديو نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بنات اليوم جابت لكم طريقة عمل دجاج الشوي، ووراها راح نروح بابل، مهرجان بابل. الأجواء كانت تجنن. عندي هنا المقادير: عندي زيت زيتون أنزل عليه أفخاذ الدجاج، طبعا أنا هنا متبلتهم بأي بهارات انتو حابيها ضيفوها، يعني البصل الباودر، ثوم باودر، بابريكا، الكاري، اي شي تحبوه، زعتر. هسه ابتدي اقلي بهالشكل، وبعدين اخلي عليه المي واخليه اتركه يستوي نص استوى. هسه اطحن بالخلاط طماطة وفلفل وبصل وكزبرة خضرة واخليه فوقاهم بهالشكل. تقريبا نص كيلو طماطة خليت عليها، وفلفلاية وحدة وبصلاية وحدة، وربع حزمة الكزبرة الخضراء. الكزبرة تعطيها طعم كلش طيب. هسه اترك الدجاج يستوي نص استو وادخله للفرن. هسه خلي عليه ملعقة صغيرة معجون، انا ما اخلي له معجون هواية، يعني هذا تقريبا نص ملعقة كبيرة معجون. عندي هنا الملح. هسه خلي عليه الكاري واتركه نص استو يستوي، وادخله بالبايركس واخليه يستوي بالفرن على نار هادية. هسه بنات بهالشكل. اذا حابين بيه مي هواية فخلوا بيه مي، انا ما خليته ناشف اطيب، سويت وياه تمن عليه زعفران. هسه هنا نحنا ببابل، هذا البازار. طبعا البازار كان موجود بيه اشياء كلش حلوة، يعني بيه تقريبا بال30 بازار، كل بازار يختلف عن بازار. هسه هنا هذا مال صابون ومال اشياء قديمة، واكو بازار شفته للاكلات، يعني مثلا الدولمة، الاكلات المشهورة العراقية. وبازار موجود مال خضروات همات، يعني اورجانيك، يعني ما بيه مواد كيميائية، واشياء كلش حلوة. طبعا البنات قاعدات يعرضن بيها. الاجواء تجنن، هي كلها عوائل يعني اللي طالعين. انا اريد شيء قبل على الاقل كوفي شيء. هذا المحل كلش حلو. هذا المكان للقوارب القديمة، القوارب القديمة العراقية. هذه الأشكال مالتها شلون الأساس يبتدون يشتغلون من البداية للنهاية. الخريطة مالت القارب. هذا كله التراث قديم، تراث عراقي.